اهلا بكم في قناه فاست فريم. انا احمد عزازي، والنهارده فيديو مهم جدا هنشرح فيه ازاي ممكن تنفذ التصميم اللي انت شايفه قدامك. في البدايه كده خلينا زي ما احنا متعودين نحلل التصميم اللي قدامنا اللي هو الريفرنس بتاعنا، ونعرف ايه الخطوات اللي ماشي بيها المصمم عشان يوصل للتصميم ده، او ايه هي التكنيكس اللي استخدمها المصمم في التصميم ده عشان يوصل للنتيجه دي. فاول حاجه عندنا بنبص على الباك جراوند. هنلاحظ ان المصمم استخدم لون اسود، لون غامق في الباك جراوند، وفي هنا زي سورس اضاءه باللون الاحمر، وعندنا هنا استاد الاولد ترافورد، واللاعب او العنصر الرئيسي عندنا في التصميم هو كازيميرو. والفيديو ده هيكون مهم جدا لان احنا هنشرح فيه حاجه الكل بيسال عليها، وهي ازاي ان انت ترسم اضاءه بالشكل ده. فده اهم حاجه هتكون عندنا في الفيديو، هي طريقه رسم الاضاءه والهايلايتس على العنصر الرئيسي او على اللاعب الموجود عندنا في التصميم. وهنلاحظ برضو في الباك جراوند ان في زي دهيز او لون احمر، والمصمم مستخدم درجه لون اصفر او اورنج تحت تديك زي الوهج بتاع النار. وعندنا طبعا هنا في الفور جراوند مستخدم سلاسل وعاملها بلوري شويه، وراسم عليها برضو الهايلايت او الريم لايت اللي هو المفروض جاي لها من مصدر الاضاءه اللي تحت اللي هو اللون الاصفر، زي ما قلنا ان هو بيدينا وهج النار. فسريعا كده او المختصر من التصميم ككل، التصميم بسيط لكن الشغل اللي موجود في التصميم كله هو في رسم الاضاءه ورسم الهايلايتس اللي موجود على اللاعب. الباك جراوند خفيفه ما فيهاش شغل كتير، لكن معموله بطريقه احترافيه، لان الاستاد اللي موجود عندنا في التصميم هنا يعتبر استخدمه المصمم زي جايد لاين عشان يوجهنا ناحيه العنصر الرئيسي وهو اللاعب الموجود عندنا في التصميم. وكمان الاستاد ده هو اللي عمل العمق في التصميم، وتحس ان في تباعد كده في التصميم. الاستاد من العنصر الرئيسي الموجود عندنا، والاستاد عامله بلوري شويه برضه عشان يدينا احساس ان هو بعيد شويه ويدينا العمق اللي موجود في التصميم. وكذلك الاضاءه والدهاز اللي موجود ورا كازيميرو ده برضه مدينا عمق اكتر في التصميم. والجزء اللي فوق ده هنلاقيه هو مستخدم جزء من شعار مانشستر يونايتد واسم اللاعب موجود اعلى التصميم. فهنبتدي ان احنا ننفذ نفس التصميم ده ونعمل حاجه شبهه، ونستخدم نفس التكنيكس او نفس الاسلوب ونطلع تصميم تاني شبهه. بس انا بقول لك ان الجزء المهم في التصميم او اهم حاجه في الفيديو هتكون النهارده هو رسم الاضاءه. ازاي ترسم الاضاءه اللي موجوده على وش اللاعب او على جسم اللاعب على التيشيرت، وازاي تعملها بشكل احترافي. الفيديو ده محتاج تكون مصحصح ومركز وتمشي معايا خطوه بخطوه، وما تفوتش اي حاجه من الفيديو لان الفيديو يعتبر كله مهم. اول حاجه هنعملها طبعا كنترول زائد حرف الان عشان نفتح المقاس اللي هنشتغل عليه. هنشتغل النهارده على 1080 ب 1350 وريزوليوشن 72. طبعا انا قصيت صوره اللاعب وقصيت الاستاد اللي احنا هنشتغل بيه التصميم بتاعنا عشان خاطر وقت الفيديو، بس عشان الفيديو ما يطولش. فدي صوره اللاعب اللي احنا هنستخدمها في التصميم، ودي صوره الاستاد اللي هنستخدمها في التصميم بتاعنا النهارده. اول حاجه هنبتدي ان احنا نكون الباك جراوند بتاعتنا. فمن سوليد كلر هنختار درجه اللون الاسود. بعد كده هنسحب صوره الاستاد عندنا في التصميم بتاعنا، وهنخليها هنا بشكل مؤقت. هنسحب صوره اللاعب عندنا برضو في التصميم بتاعنا، كنترول تي. هنبتدي ان احنا نظبط المكان بتاع صوره اللاعب، نصغره شويه، نحطه كده في نص التصميم. هنبتدي بقى نظبط مكان الاستاد، ممكن نرفع الاستاد شويه كده، ممكن كده مناسب. ممكن درجه الاسود دي نغمقها شويه اكتر، ونغمق صوره الاستاد من الاكسبوجر. نحطه في جروب.
وصورة اللاعب من فلتر كاميرا رو فلتر عشان نظبط الإضاءات بتاعتها والكونتراست. بعد كده هنغمجها برضو من اكسبوجر. ونحطهم في جروب. بعد كده هنكمل شغل على الباك جراوند، هنكون الباك جراوند بتاعتنا وبعد كده نرجع نكمل شغل على صورة اللاعب. اول حاجه هنعملها هنعمل سورس الاضاءه او مصدر الاضاءه اللي كان ورا اللاعب وورا الاستاد باللون الاحمر. هنستخدم البرش دي عشان هتدينا تاثير الدخان شويه، مش هنعمل بالسوفت راوند برش. وبعد ما اخترت اللون الاحمر هقلل الفلو مثلا ل 20%. وهنعمل لاير تاني تحت اللاير ده، ممكن نخليه باللون الابيض، نخلي الفلو مثلا 10%. ده بيدينا التأثير الدهيز بتاع الإضاءة، أو الإضاءة ما تبقاش كلها لون واحد لون أحمر وخلاص. من هنا ممكن نغير البلندنج مود للسكرين، ممكن نقلل الأوباسيتي، محتاجين تأثير بسيط بس هيفرق معانا في شكل الإضاءة. وممكن نضيف حاجة تانية للإضاءة دي، فممكن نعمل هايلايتس أو لسعات في الإضاءة دي لون أورنج شوية عشان تدينا برضو تأثير ناري شوية. هعمل لاير تاني برضو فوق اللاير الإضاءة اللي هي باللون الأحمر، واختار درجة من درجات اللون الأصفر أو الأورنج بفلو برضو 10. ممكن نصغر البرش دي ونبتدي ندي كليكات على اللون الأحمر، ونغير البلندنج مود لسكرين أو مثلا لينير دوتش اد. ممكن نقلل الفل شوية، برضو محتاجين تأثير بسيط بس هيفرق معانا في الشكل النهائي للتصميم. بعد كده برضو احنا مش هنسيب الاستاد بالشكل ده، ومش هنسيب الحواف دي بالشكل ده أساسا، فهنبتدي إن احنا نمسح الحواف دي عشان ندمجها في الخلفية. هنبتدي نشيل الحواف بتاعت الاستاد. بعد كده هنبتدي نعمل تأثير الدهيز اللي هو كان ورا اللاعب بنفس البرش اللي استخدمناه في الإضاءة فوق. نخلي مثلا الفلو 10 وباللون الأحمر. ممكن نكبر البرش تاني، ندي كليكات خفيفة، هيدينا تأثير حلو، هيعمل تباعد بين اللاعب وبين صورة الاستاد. ممكن نقلل اوباسيتي برضو. بعد كده كان في إضاءة تاني تحت اللي هي باللون الأحمر تحت اللاعب، فهنعمل نيو لاير دي بالسوفت راوند برش. هنعمل الإضاءة اللي كانت جاية من تحت اللاعب باللون الأحمر، هنعلي الفلو بتاع البرش نخليه 100%. برضه مش هنسيبها كده، احنا هنظبط كل ده. بعد كده هنضيف اللمسة بتاعت اللون الأورنج اللي هو بيدينا الوهج بتاع النار، يبقى بشكل بسيط من تحت كده. كده شكل الإضاءة اختلف بعد ما ضفنا اللون ده، تحس إن الإضاءة بقت متوهجة أكتر. ممكن نقلب بلندنج مود ونشوف التأثير بتاعها. ممكن نخليه سكرين، لو حاسين إن هي زيادة على اللزوم ممكن ننزلها شوية تحت. فهنبتدي بعد كده نظبط الإضاءات والألوان بتاعت التصميم بتاعنا. ممكن نغمق صورة الاستاد دي شوية برضو.
واحنا مش محتاجين كل ده، فهنحاول ان احنا ندمجها في الخلفيه اكتر، ان احنا نعمل فيدد من الناحيه دي، ندمجها اكتر مع الباك جراوند. بعد كده نرجع لصوره اللاعب. المرحله دي هنشوف، هنظبط الاضاءات بتاعه اللاعب برضو. بعد كده هنبتدي ان احنا نرسم الاضاءات والهايلايت اللي موجوده على صوره اللاعب. والمرحله دي هي اهم مرحله في التصميم. فاول حاجه هبتدي بيها ان انا اعمل مرحله الدوج والبرن لصوره اللاعب من كيرف. هنعلي الكيرف كنترول اي عشان نعكس. هنستخدم البرش بفلو 10. هنبتدي ان احنا نعمل مرحله الدوج والبرن. التيشيرت برضه هنبتدي ان احنا نضيف اضاءات على التنات بتاعت التيشيرت دي، لان هي الاماكن المرتفعه من التيشيرت هيكون واصل لها اضاءه. المرحله دي بتزود تفاصيل التيشيرت صوره اللاعب، بتزود الكونتراست برضو بين اماكن الشادو واماكن الاضاءه. المرحله دي مهمه برضو. اعذروني لو الفيديو ده هيطول، بس الفيديو بصراحه مهم جدا. بعد كده هنعمل مرحله البير. هنغمق المناطق الغامقه نفس الاسلوب. كل الاماكن اللي فيها شادوهات ومش هتوصل اضاءه احنا بنغمقها شويه بس. هنشوف قبل وبعد عشان لو في حاجه عاوزه تتظبط المفروض ان احنا هنظبطها. شايف ان احنا ممكن نشيل الجزء ده. انه هيكون جاي عليه اضاءه من مصدر الاضاءه اللي تحت. فدي فايده وانت شغال، ان انت بتبتدي تبص على التصميم بتاعك وتشوف انت لو عملت حاجه مش مظبوطه ترجع تظبطها وترجع تعدلها. خلاص خلصنا مرحله الدوج والبرن. بعد كده هنبتدي نعمل مرحله الهايلايتس والاضاءات اللي ساقطه على اللاعب من الاضاءات اللي حواليه. ولو شايفين الاضاءه دي برضو ان هي عاليه زياده عن اللزوم ممكن نقلل الاوباستي شويه. هنجي لمرحله الهايلايتس. ومرحله رسم الهايلايتس والاضاءه دي ليها اكتر من طريقه، ملهاش طريقه واحده ثابته مجبر ان انت لازم تستخدمها. لا، في اكتر من طريقه، انت تستخدم الطريقه اللي انت هتتقنها او هتعرف تستخدمها. فهنشوف مثلا النهارده احنا هنرسمها ازاي، وممكن في تصميم تاني او الفيديو اللي جاي نرسمها بطريقه مختلفه وانت استخدم الطريقه اللي انت هتتقنها وهتبقى مرتاح معاها. فاول حاجه نعملها من هيو اند ساتوريشن، نعملها كليبنج ماسك مع صوره اللاعب. كولارايز، اختار درجه لون درجات الاورنج، نصفرها شويه. بنعلي طبعا الساتوريشن وبنعلي اللايتنس.
في المرحله دي هنبتدي نحدد المناطق اللي موجود فيها الهايلايتس، فخليكم معايا واحده واحده عشان نشوف الشكل النهائي بعد ما نخلص رسم الاضاءه، لان الطريقه دي بتعتمد على اكتر من خطوه مش خطوه واحده بس. وهنبتدي بالسوفت راوند برش، ان احنا نرسم كده اماكن الهايلايت اللي هي جايه من الاضاءه اللي احنا لسه عاملينها في التصميم. في المرحله دي بستخدم الجرافيك تابلت، يكون الموضوع اسهل والتحكم اسهل. وانت طبعا لو مش متاح ان انت تستخدم الجرافيك تابلت فممكن تعملها بالماوس عادي. وبكده نكون رسمنا او حددنا الاماكن اللي موجود عليها الهايلايتس على اللاعب وعلى التيشيرت بتاع اللاعب. كده احنا ما خلصناش نهائي، لا دي اول مرحله احنا حددنا فيها اماكن الاضاءه. الخطوه الثانيه بقى عشان نظبط الاضاءه دي احسن، فكل اللي هنعمله ان احنا هنعمل برضو هيو اند ساتوريشن لاير تاني، كولارايز بنفس درجه اللون برضو، هنزود ساتوريشن، هنزود اللايتنس حاجه بسيطه، كنترول اي عشان نعكس الماسك. وهناخد نسخه من الماسك من اللاير الهيو اند ساتوريشن اللي لسه عاملينه، ان احنا نضغط على الالت ونسحب لوسيس، هنخفي اللاير اللي تحت. كده احنا عندنا اللاير الهيو اند ساتوريشن اللي احنا لسه عاملينه. بعد كده هنعمل لاير اكسبوجر كليبنج ماسك مع اللاعب، وهنزود الاكسبوجر. بعد كده هننسخ اللاير ماسك تاني، وهقول لك ليه احنا رسمنا الاضاءه بالشكل ده. انا برسم الاضاءه بالشكل ده عشان هنا انا بقدر بتحكم في قوه الاضاءه من خلال اللاير بتاع الاكسبوجر، وبتحكم في درجه اللون بتاع الاضاءه من اللاير بتاع الهيو ساتوريشن. فهنا عندي تحكم كامل في الاضاءه اللي انا رسمتها. لو حابين ان احنا ندي برضو تاثير الاضاءه اللي من تحت اللي هي باللون الاحمر على التيشيرت او على الوجه بتاع اللاعب، فده ممكن نرسمه بشكل تاني. احنا ممكن نعمل سوليد كولر باللون اورنج شويه او باللون الاحمر، بس نخليه مايل للاورنج شويه، وهنغير البلندنج مود بتاعه ونخليه سكرين، وهنعمل كليبنج ماسك مع صوره اللاعب وكنترول اي عشان نعكس الماسك. وهنبتدي نرسم التاثير بتاع الاضاءه اللي جايه من تحت باللون الاحمر على وجه اللاعب وعلى التيشيرت بتاع اللاعب. تمام، وده عملناه في لاير لوحده بعيد من الاضاءه اللي احنا رسمناها او الريم لايت اللي موجود على جسم اللاعب
عشان يبقى برضو عندي تحكم في كل جزء لوحده. اي حاجه انا عملتها شايف ان انا عملت فيها حاجه غلط، فانا هرجع اغير في اللاير بتاعها. مش لازم ارجع امسح الاضاءه كلها وارسمها تاني عشان كلها مرتبطه ببعض، لا انا كده فصلت كل اضاءه لوحدها. هبتدي مثلا ارسم تاثير او الوهج اللي جاي من تحت على التيشيرت بتاع اللاعب. نقلل الفلو نخليه مثلا 20. واخر خطوه هنعملها عشان نخلي الاضاءه شكلها احترافيه اكتر برضو، ان احنا هناخد نسخه من اللاير السوليد كلر، كنترول جي ناخد نسخه وهنمسح اللاير ده خالص. كل اللي احنا رسمناه ده هنمسحه، وهجيب السوفت راوند برش وبس دي مثلا 10%، وهبتدي ارسم على اللاعب كده من بعيد. دي لمسه الهيز بتاعت الاضاءه. كده من غير اي اضاءات احنا رسمناها، وكده التأثير بعد ما رسمنا الاضاءات بتاعتنا. فاضل اخر حاجه نجيب السلسله اللي كانت موجوده في الفور جراوند، نخليها فوق كل الليرات دي. كنترول تي، فليب فيرتيكال، فليب هوريزونتال. هننزلها نخليها في الجزء ده ونكبرها شويه، نعمل لها روتيت شويه. هنغمق برضو السلسله دي، كذلك اللي ورا اللاعب. بعد كده هنبتدي نرسم الهايلايت على السلسله دي. السلسله دي ممكن نديها افكت بلور عشان هي هتبقى اوت اوف فوكس بالتصميم بتاعنا. الفلتر بلور جاليري بس بلور، ونخلي النقطه دي في اول السلسله، النقطه دي هنا، وهنتحكم في الشكل بتاع البلور او في الاتجاه بتاعه.
ان احنا بنتحكم في النقاط دي. ممكن تزود السبيد وممكن تقلل. انا هنقلل شوية وهنضغط اوكي. السلسلة بقت بلوري شوية، اديت افكت حلو، خليتها اوت اوف فوكس في التصميم. نحطها في جروب، هنرسم برضه الهايلايت على السلسلة التانية. هناخد نسخة من اللاير سوليد كولر كليبنج ماسك وهنمسح الماسك خالص وهنرسم الهايلايت بتاع السلسلة التانية. انت طبعا هتاخد وقتك وانت بترسم الاضاءات وانت بتظبط الكومبوزيشن بتاعك. انا بشرح لك بس، بوري لك الطريقه والخطوات اللي مشي بيها المصمم عشان يوصل للتصميم ده وايه التكنيكس اللي استخدمها. احنا شرحنا رسم الاضاءه بالطريقه دي، لكن انا قلت لك ان هو مفيش حاجه ثابته او اسلوب ثابت مجبر ان انت تستخدم في كل التصميمات. وبكده يكون خلاص احنا يعتبر خلصنا التصميم بتاعنا. فكنترول الت شيفت اي، هنجمع كل التصميم في لاير واحد. كونفيرت تو سمارت اوبجكت، من فلتر كاميرا رو فلتر، نزود الكونتراست حاجه بسيطه، هنزود الهايلايتس، هنفتح الشادوهات، الوايتس هنزودها، التمبريتشر ممكن نسحبها ناحية الأزرق شوية. ممكن نقلل الفايبرانس شوية، نزود تكتشر، كلاريتي، نضيف جرين. الكالر جريدنج ممكن نخلي في الشادوهات ناحية الأزرق شوية، المتون ناحية الأورنج، هايلايتس ناحية الأورنج أو الأصفر شوية. بس وبكده نكون قدرنا نعرف ازاي ممكن ننفذ تصميم زي ده بخطوات سهلة وبسيطة. أنا شرحت لك الموضوع يعتبر في السريع، وعلى قد ما أقدر ما أطولش عليك في الوقت. شرحت لك ازاي ممكن تعمل كل الخطوات دي، انت تاخد وقتك وتنفذ التصميم ده وتطلع بنتيجة احسن من دي 100,000 مرة. انا طبعا بنفذ كل ده في وقت سريع. لو اخدت وقت اطول من كده طبعا كل ما هتاخد وقتك كل ما النتيجة هتكون افضل. اتمنى اكون ان انا افدتك في الفيديو ده وان انت استفدت مني باي معلومة. خد وقتك وحاول ان انت تطبق على الشغل ده او ان انت تعمل حاجه زيه، وتدرب نفسك على رسم الاضاءات ودرب نفسك على توزيع العناصر وازاي ان انت تبني كومبوزيشن. واتمنى لكم دايما التوفيق، واللي بطلبه منكم دايما هو الدعم، ودعمك في المرحله دي هو لايك للفيديو، وان انت لو ما اشتركتش معنا في القناه تنزل تشترك في القناه. الفتره اللي جايه هيبقى في شغل كتير زي ده، هنجيب تصميم ونعرف ازاي التصميم ده اتنفذ وايه الخطوات اللي اتعملت في التصميم عشان يطلع بالشكل ده. وهنشرح في الفيديوهات دي شوية تكنيكس وحاجات مهمة للمصممين وخصوصا المهتمين بالتصميمات الرياضية. ولحد هنا يكون الفيديو بتاعنا خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.